اهم 3 حاجات لازم تبقى عارفهم قبل ما تدخل مجال الديجيتال ماركتنج. اول حاجه لازم تبقى عارفها انك ماركتير مش بياع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت كماركتير لازم تكون عارف انك وظيفتك انك توصل المنتج او الخدمه للعميل، مش انك تبيعها للعميل. وده اللي احنا بنعمله من خلال الريلز والتصميمات والحاجات دي كلها، بحيث ان هم لما يبقوا محطوطين على الرف يبقى شكلهم براق، فنسهل على البياع اللي موجود في المحل انه يخلي العميل يشد المنتج ويشتريه. تاني حاجة لازم تعرفها ان السوشيال ميديا هي أداة مش التسويق كله. يعني انت لو هتتعلم سوشيال ميديا او هتتعلم ديجيتال ماركتنج لازم في الاول تتعلم تسويق، لان التسويق هو الحاجة الكبيرة وبينزل تحتيها حاجات كتير قوي من ضمنهم الديجيتال ماركتنج واللي جواهم السوشيال ميديا. فما ينفعش تبقى شغال في الديجيتال ماركتنج وشغال في السوشيال ميديا وانت اصلا مش دارس تسويق. كل اللي شغالين في الديجيتال ماركتنج وخصوصا شغل السوشيال ميديا مهتمين جدا بالترند وسايبين كل حاجه. الترند مهم بس مش طول الوقت، في اوقات الترند بيكون مهم فيها وبيكون لازم انه يتعمل، بس لازم برضو اخد بالي من حاجه مهمه جدا، انه يكون بيتناسب مع البيزنس بتاعي. ما يكونش مثلا ام خالد بتتكلم عن طلاقها وانا ببيع خدمه طبيه، فراح واخد ترند طلاق ام خالد واستخدمه في الكالندر بتاعتي بما انه هو ترند. لا طبعا، لازم استخدم الترند اللي بيتناسب مع الاودينس بتوعي ومع البيزنس بتاعي عشان يحقق النتيجه الافضل. ما تنساش تقول لنا في الكومنتات ايه اخر ترند استخدمته في الكالندر بتاعتك.